الفيديو اللي ناس كتيرة طلبته مني، ازاي تقدر تعمل كش مات بملك وفيل وحصان على ملك. ناس كتيرة مفكرة ان هي تعادل، وناس كتيرة بتقول ان هي مكسب. هي في الحقيقة هي مكسب، بس ليها طريقة للمكسب صعبة شوية وعايزة دراسة طويلة. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تعرف تعمل كش مات بفيل وحصان. هي شوية خطوات هقول لك عليها وان شاء الله هتبقى سهلة معاك. اول خطوة معانا انك انت لازم تحط الملك والفيل والحصان بتوعك في السنتر. يعني ايه؟ يعني في الموقف اللي انت شايفه قدامك ده انا هحاول احط الحصان والفيل والملك في السنتر عشان اسيطر على اكبر عدد من المربعات ممكن. فهحاول احرك الملك بتاعي كده، فهو هيحرك الملك بتاعه، هقرب بالملك بتاعي، عايزه بس اوصل للسنتر بالشكل ده. فبالتالي بحاول اعمل مناورات بالحصان عشان ادخل الحصان بتاعي في السنتر والفيل بتاعي في السنتر بالشكل ده. كده انا عملت سيطره كامله على السنتر بالحصان والفيل والملك بتوعي. الخطوة التانية انك لازم تموت الملك الاسود على المربع نفس لون الفيل، فبالتالي الملك الاسود ده لازم يموت في المربع ده. فانا هخلي الملك الاسود يروح في الاتجاه المعاكس عشان يبعد عن المربع اللي هموته فيه، لان المربع ده اسود والفيل ده ابيض، فلازم الملك الاسود يموت في الكورنر اللي نفس لون الفيل بتاعي. فالملك الاسود هيحاول يمشي في الاتجاه التاني، فانا هحاول امشي وراه بالملك، فبالتالي لغايه ما اوصل لشكل معين عايز اوريه لكم. الشكل هو ده الشكل. اول لما توصل للشكل ده كده والملك الاسود يلعب كده، الشكل ده هو الشكل المشهور جدا للكش مات بفيل وحصان وملك على ملك، لان هو كده على الكورنر عكس لون الفيل، وانا عايز اجذب الملك الاسود ده ناحيه الكورنر لنفس لون الفيل. طب هعمل كده ازاي؟ شويه خطوات بسيطه لازم تلتزم بيها عشان خاطر تعرف تعمل الكش مات. اول نقطه ان الحصان بتاعي هيتحرك على شكل حرف ال، يعني هيعمل كده 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 بالشكل ده، يعني الحصان بتاعي مش هيجي في الصف ده خالص. حلو. الفيل الابيض هيراقب المربعات البيضاء، الحصان هيراقب المربعات السوداء. طب تعالوا كده نشوف ازاي. طبعا هو هنا في حلين، حل سهل وحل صعب. الحل السهل ان هو لما يمشي بالملك بتاعه هنا، ساعتها انا هسحب الحصان بتاعي، لازم اسحب الحصان بتاعي في اللحظه دي، ومش هاجي بيه هنا بكش، لا انا هاجي بيه في المربع ده عشان خاطر ان انا بخلي الحصان بتاعي يتحرك بشكل دبليو زي ما قلنا. فبالتالي لو هو رجع تاني بالملك بتاعه في المربع ده، ساعتها هو كده سهل عليا الموضوع، هديله كش هيضطر يخش جوه، هقفل عليه بالملك، هيخش جوه تاني، هقفل عليه بالملك. ساعتها لما هو يحاول يرجع في الكورنر التاني هديله كش، ولازم ما يقدرش يخش هنا عشان الحصان مسيطر، فلازم يخش جوه هنا. وساعتها في نقله مهمه جدا لازم تتلعب في الشكل ده، وهي انك تلعب الويتنج موف او النقله الانتظاريه بالفيل. اي كش بالفيل وراها ويتنج موف او وراها نقله انتظاريه. يعني تقصد ايه؟ انا هلعب الفيل بتاعي في اي مربع على الوتر ده عشان اقول للملك بتاعه يخش جوه، عشان اسحب الحصان بتاعه تاني، عشان لما يرجع تاني اديله كش بالحصان يمشي وراك بالملك، مش هيقدر يرجع هنا عشان الحصان مسيطر، فهيخش جوه تاني، هقرب بالملك تاني، هيحاول يبعد، هقوم جاي مديله كش، هيخش بالملك ويتنج موف، فبالتالي هيضطر انه يخش جوه. ازاي هعرف انهي الدور؟ هسحب الحصان بتاعي في المربع ده، اجبر الملك الاسود ان هو يخش، وساعتها هلعب الحصان بتاعي بكش يضطر انه يخش في المربع بتاع الاي 8، وساعتها هلعب الفيل بتاعي في السي 6 كش مات. يبقى دي كده الطريقه السهله لو هو حاول يسهل عليا الموضوع ويديني كش مات. طب تعالوا نشوف الطريقه الصعبه. الطريقه الصعبه بقى ان انا لما هاجي اعمل كده هو يخش بالملك، فانا اسحب الحصان بتاعي ان هو يحاول يهرب في الاتجاه ده كده في الشكل ده كده. طب تعالوا كده نشوف ازاي. الطريق ان هو يمشي بالملك بتاعه في الدي 8. ساعتها هعمل ايه؟ هنا هعمل طريقه سهله جدا، هحرك القطعه بتاعتي من الاضعف للاقوى. الاضعف هو الملك ثم الحصان ثم الفيل، فهحرك الملك بتاعي خطوه عشان لما يجي يمشي بالملك ساعتها هحرك تاني اضعف بيس اللي هي الحصان، فبالتالي كده هو هيحاول يهرب اكتر. هنا هحرك الفيل بتاعي بس مش هجيبه في المربع ده بكش عشان ما يهربش هنا، لا ده انا هسيطر على الوتر ده بالفيل بالشكل ده عشان ما يعرفش يجي في اي مربع من المربعات دي ولا اي مربع من المربعات دي. فبالتالي كده هو لازم يرجع تاني، ساعتها هحبسه اكتر بقى بالفيل كده. خلاص الملك رجع تاني، وساعتها هقرب بالملك يمشي، هخش في نفس التكنيك اللي فات، هسحب هنا الحصان، بعد كده لما يرجع تاني هديله كش يخش وراك بالملك، تمشي تاني، هقرب بالملك، لو رجعت هديك كش تضطر تخش جوه. وطبعا ما تنساش هنا الويتنج موف، انك انت هتجيب الفيل بتاعك في اي مربع على الوتر عشان لما يجي يخش جوه تسحب الحصان بتاعك يجي في البي 8 نايت اي 6 كش يخش جوه، تجيب الفيل بتاعك في الدي 5 كش مات. طبعا هي معقده شويتين ثلاثه، عيد الفيديو كذا مره لو ما فهمتهاش، بس لو انت عدت الفيديو كذا مره وحاولت تجربها مع اصحابك هتقدر تعملها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد.